قبل 50 عاما فجأة ظهرت مخلوقات مروعة أطلق عليها عدوة البشرية، مخلوقات تهدد البشرية وتعيث في الأرض فسادا، بل كادت أن تقود العالم إلى حافة الهلاك. ومن أجل كبح أي تهديد قد تأتي في المستقبل بواسطة هذه المخلوقات القوية، يتم جمع الأطفال الذين يمتلكون قوة خارقة أو مواهب سحرية ويرسلونهم إلى مدرسة في جزيرة مهجورة، ومن هنا تبدأ الحكاية. كل شيء بدأ في مدرسة موجودة في جزيرة مهجورة، وهي التي يوجد فيها طلاب أصحاب المواهب الخارقة للطبيعة، حيث هناك سنلتقي طالبا يدعى ناكاجيما، واللي غالبا ما يتعرض للتنمر لأن ما عنده قدرة أو موهبة عكس زمايله في الفصل. ومن أكثر الأشخاص اللي بيتنمروا عليه طالب يدعى مو، هو طالب مغرور دائما يتباهى بموهبته السحرية في حرق الأشياء، وكالعادة موغو جلس يطقطق على ناكاجيما وبيتنمر عليه داخل الفصل، لكن بيتوقف عن مضايقته يوم دخل مدرس الفصل مع 2 من الطلاب الجدد، فتاة تدعى نانا وأكيويا الغامض، اللي بيرفض انه يكشف عن قدرتها امام الطلاب. في جهة اخرى نانا بتكشف عن موهبتها وهي قراءة الافكار الاخرين، مما جعل جميع الطلاب ينصدمون وكانوا يشعرون بعدم الارتياح لان كل افكارهم راح تصير معروفة للاخرين. بتجلس نانا في مقعد بجوار ناكاجيما، وبفضل قدرتها على قراءة الأفكار قدرت تعرف أن ناكاجيما دايما يتعرض للتنمر بوسط زمايله في الفصل. وبيجي الطالب المغرور موغو قاعد يتنمر على ناكاجيما ويقول واحد عديم الموهبة مش راح يفيدنا في ولا شيء، واصلا مش عنده القدرة على محاربة عدونا. لكن المفاجأة أن البنت نانا بدأت تدافع عن ناكاجيما، بدأت تحاول قراءة أفكار موغو وردت قائلة أنت جالس تتنمر على ناكاجيما عشان تهايط قدام وأعجب بيك. بعد هذا الرد الغير متوقع من نانا خلت موغو ضحوكة قدام أصحابها. المهم بعدها المدرس يقول أنه يبغى يضيف رئيس للفصل. أول ما سمع موغو ده الكلام قرر على طول أنه يكون هو الرئيس، لأنه يعتقد أنه هو المرشح الوحيد اللي يمكن يتولى هذا المنصب من حيث القوة. لكن في جهة أخرى كان طالب يدعى صيا اللي عنده موهبة في السيطرة على الجليد، هو برضه يبى يكون رئيس للفصل. بعدها رفعت نانا يدها وفجأة واقترحت عليهم التصويت لصالح ناكاجيما. هو طبعا رفضوا التصويت عليه وردوا قائلين إن واحد مثل ناكاجيما لا يصلح أن يكون في هذا المنصب لأنه يفتقر إلى الموهبة. الطالب الذي يدعى كيو طفش من الجدال اللامنتهي واقترح عليهم بعد أن يتنافس المرشحين الثلاثة لتحديد من يستحق أن يكون رئيس للفصل. وفعلا وافق كل من سيا وموغو على هذا الاقتراح، واتفقوا على خوض نزال بينهم بكرة لتحديد من سيكون رئيس للفصل. ولكن ناكاجيما كان مش متحمس إلى هذه المبارزة، وفي نفس الوقت كان مش فاهم ايش الشيء الموجود فيه اللي خلى نانا تصوت عليه كرئيس للفصل. المهم بعد كده نانا طلبت من ناكاجيما ياخذها في جولة عبر دي الجزيرة بحكم انها جديدة وكده. ناكاجيما ما رفض لها طبعا طلبها واخذها في جولة، واستانسوا وتناولوا الطعام اللذيذ مع بعض. كان هذا احلى يوم قضوه مع بعض، لكن ناكاجيما كان ما زال يشعر بالفضول ويبي يعرف وش سالفة قدرتها دي على قراءة الأفكار. كانت توضح لها أن قدرتها على قراءة الأفكار دي عندها جانب سلبي على حياتها، كمثال لما تكون في مكان عام أو في القطار كانت دايما تشعر بالدوار عشان أنها كانت تسمع كل أفكار الناس اللي حولها. وتقول برضو أن بسبب موهبة دي الناس كانوا مرة بيخافون منها ولا كانوا يبون يكونون أصدقائها. بسبب موهبة دي عاشت حياتها كلها وحيدة. المهم بعدها نانا طلبت من ناكاجيما يوديها إلى مكان تقدر تشاهد من خلاله البحر. بالفعل ناكاجيما بعدها وداها إلى جرف خالي من البشر، واتضح أن نانا تبغى تكون في مكان هذا عشان تطرح بعض التساؤلات حول قدرات ناكاجيما. هي أصلا تشك من الأول أن ناكاجيما لديه موهبة ويحاول يخفيها، لأنه مش ممكن يخش إلى دي الأكاديمية وهو ما يمتلك موهبة. بعد هذا الكلام يتضح أن ناكاجيما فعليا يمتلك موهبة سحرية، بس هو خفاها عن قصد عشان ما يدري عدوهم عنها، لأن حتى أعداء البشرية أذكياء. بالإضافة إلى ذلك أن سمع إشاعات أن عدو الإنسانية قد تسلل إلى الجزيرة. أول ما قال كده سقطت نانا فجأة من أعلى الجرف، كما لو أن الرياح هي التي دفعتها. لكن لحسن القدر ناكاجيما بدا يمسك بيدها في الوقت الصائب، سحبها إلى فوق وبدأوا يتساءلون هو ليش فجأة هبت رياح قوية ودفعتها، وكأن الرياح بالعاني بغت تموت نانا. لا تمت شيئا غريبا في الموضوع. وفي هذا الأثناء بنشاهد في غرفة المعلمين في المدرسة كيو وهو يتطلع على بيانات الطلاب ومواهبهم، ولكن فجأة دخل مدرس الصف إلى الغرفة طبعا يسأل عن وش جابه هنا. كيو رد قائلا بأنه يبغى يحصل عن معلومات الطلاب،
وفي اليوم الثاني أقيم النزال لتحديد من سيكون قائد للفصل، بس ناكاجيما اختار الانسحاب من هذا النزال لأنه ما يبغى يظهر الموهبة حقه، فبالتالي شارك موغو وسيا في هذا النزال الذي انتهى بخسارة موغو أمام سيا. موغو ما قدر يتقبل الخسارة وأخرج غضب بإطلاق كرة نارية كانت تستهدف الطلاب عن طريق الخطأ. هنا ناكاجيما اضطر يستخدم قوته عشان يحمي الطلاب وتصدى لها، وبعجوبة اختفت كرة النار فجأة. واتضح بعدها أن ناكاجيما موهبته هي إلغاء وتحديد المواهب الأخرى. جميع الطلاب كانوا منبهرين من قوة ناكاجيما وسموها المنقذ حقه، عشان هيك اتفقوا جميعا أن يكون ناكاجيما هو رئيس للفصل. ناكاجيما كان مصدوم في البداية لأنه كان مش مصدق أن جميع الطلاب يختاروه ليكون قائد للفصل، بس في نفس الوقت كان مرة مبسوط ويشعر أن نانا لها فضل كبير في ذلك، عشان كده هو دعاها إلى الجرف وشكرها. ولكن نانا كانت منبهرة من قوة ناكاجيما غير عادية، وكانت تشعر بالفضول عن مدى قوة ناكاجيما. فجأة نانا طلبت من ناكاجيما يمسك بيده. أول ما فعل كده إلا ورمته من أعلى الجرف، بس ناكاجيما أمسك الحبل مما منعه من السقوط في البحر. ناكاجيما مش قادر يستوعب اللي قاعد يصير حوله، ليش نانا فجأة بغت تقتله. بعدها نانا كشفت عن وجهها الحقيقي. يا جماعة حين وناكاجيما طلعنا غالطين في نانا من جد، ديك البنت الحبوبة الكيوت اللي بتقدر تقرا الأفكار كلها كذب في كذب، لأن نانا في الأصل هي مو زي ما كنا متوقعين أبدا. أول شي ما عندها ولا موهبة، وهي كانت قاعدة طول هذا الوقت تتظاهر بأنها تقدر تقرا الأفكار مثل ما فعل ناكاجيما أول مرة التقى معها. كان يتظاهر أنه بيقرا الكتاب دون أن يقلب الصفحة، متظاهرا أيضا بأنه يخاف من البشر، لذلك حتى بدون قدرة على قراءة الأفكار يمكن للناس أن يعرفوا أن ناكاجيما يتعرض للتنمر، يحتاج فقط أن يلقوا نظرة سريعة عليه. ناكاجيما استنتج من كلامها أن هي عدوة الإنسانية المقنعة، عشان هيك هي تحاول تقتل الحين. نانا ردت قائلة بأن الموهوبين هم عدوون الإنسانية الحقيقيين، وهي مجرد إنسانة عادية أرسلت من الحكومة للقضاء على كل الموهوبين الموجودين في الجزيرة، بما فيهم ناكاجيما الذي عنده فرصة كبيرة في أن يصبح قائد عدو الإنسانية في المستقبل. بعد هذا الكلام ناكاجيما ما عاد قادر يمسك بالحبل، وبعد لحظة سقط في البحر، وبكذا نانا تخلصت من هدفها الأول. بعد فترة وجيزة وصلتها رسالة مكتوب فيها: الموهوبين ليسوا بشر، إنما هم أعداء الإنسانية ويجب التخلص منهم. يتحول بعدها المشهد إلى فلاش باك، والتي تظهر أن عدو الإنسانية ليس هو وحشا كما هو موصوف في كتب التاريخ ووسائل الإعلام. أعداء البشر هم الموهوبين الذين يمتلكون قوة خارقة. ومع مرور الوقت انولد المزيد والمزيد من الأطفال في أجزاء مختلفة من العالم. بعدها بدأوا الأطفال أصحاب المواهب المماثلة بغزو العالم ببطء، وكانوا الناس العاديين لا يمكنهم التعامل مع هذا التهديد. بعدها بدأت الحكومة باستغلال الأطفال الموهوبين في تشكيل قوة خاصة من الشرطة، لكن أدى هذا التعاون بالفشل، حيث انقلب الموهوبين على البشر العاديين يوم عرفوا أنهم أقوى منهم، وبدأوا يستخدمون قوتهم في المكسب الشخصي. أدى كل هذا الاندلاع حرب طويلة انتصر فيها الشعب الموهوبين في النهاية. بعد سنوات من الحرب تمكن البشر من التعافي تدريجيا، ولكن تجنبا لتكرار التاريخ المظلم ترسل الحكومة الموهوبين إلى جزيرة مهجورة تحت ستار إرسالهم إلى مدرسة خاصة، وفي الوقت نفسه يرسلون عملاء مكلفين بقتل الموهوبين سرا. طبعا الحكومة تفعل ذلك سرا خوفا من أن ينقلب الموهوبين عليهم في النهاية. أما الحين خلونا نرجع لأحداث الحرب، حيث يأخذون طلاب الفصل إلى بحيرة لممارسة مهارتهم في مكافحة المياه. وكان الطلاب الموهوبين يتصرفون مثل المراهقين العاديين، في منهم اللي بيخافون من المياه لأنهم أصلا مش عارفين كيف يسبحون، وفي منهم اللي ذاتين يتفاخرون بقدراتهم السحرية، زي سيا اللي أظهر قدرتها من خلال تجميد البحيرة بكاملها. نظرا لقدرات سيا دي شعرت نانا أن كان لازم تتخلص من سيا أولا، لأن قدرتها دي مرة خطيرة، فبالتالي قررت معرفة المزيد عن موهبة سيا. يوم دخلوا الفصل، وبينما كانت نانا تبحث في معلومات عن قدرة سيا، دخل موغو في مضاربة مع أحد الطلاب، لكن القتال انتهى بسرعة بعد ما تدخل طالب بيكره الضجة. قام وقدم موغو حتة بوكس في خده. الطالب ذا الظاهر انه مرة قوي، وعلى حسب كلام سيا اسمه هو شيبوشاو، ويتمتع بموهبة السفر عبر الزمن. يوم سمعت نانا عن قدرة شيبوشاو قررت تكتشف بنفسها هل هو فعلا بيقدر يسافر عبر الزمن. دعته لتناول وجبة الغداء معاها، وبدت على طول في اختبار قدراته عن طريق سكب كوبا من الماء عليه، وفعلا استنتجت انه بيقدر يسافر عبر الزمن او بيقدر يرجع باحداث الزمن لورا، كما يتضح من كيفية عودة الماء اللي المفروض انه ينسكب عليه. ساعتها نانا اصيبت بالذعر لما عرفت عن قدرة شيبوشاو دي، لانه هو اكيد بقدرته دي حيقدر يكتشف ان هي من قتلت ناكاجيما بمجرد عودته للماضي. فجأة قاطعهم كيو وقال ان ناكاجيما مختفي وما حضر اليوم للفصل، وطلب من شيبوشاو يستخدم قدرته ويحاول يتعقب مكانه. نانا انصدمت وعرفت انها راح تكون في ورطة كبيرة اذا شيبوشاو يستخدم قدرته، فبدت تحاول تغير الموضوع وقالت انا ناكاجيما مريض شوي عشان هيك
لم يحضر اليوم للفصل، ولكن كيويا على يقين أن ناكاجيما مختفي، عشان أنها البارح في الليل ما كان في غرفته، وقال لها أنها بيعرف أن هي آخر شخص كانت مع ناكاجيما. هنا نانا أدركت أن الموضوع زاد عن حده ولازم تتصرف بسرعة قبل تنكشف. ساعتها نانا تذكرت سالفة تسلل عدو الإنسانية إلى الجزيرة اللي قد أخبر عنها ناكاجيما، وقالت أنها تستغل هذه الإشاعة وقالت ممكن يكون ناكاجيما تعرض للهجوم من قبل وحش عدو الإنسانية، وعشان تخلي الموضوع أكثر إقناع تصرفت بخوف وكأنها سمعت أصواتا غريبة. وفعلا يا أخوان تمثيلها كان كافي لإقناع شيبوتاو، وأخبر أنه سيبحث لعثور على وراء اختفاء ناكاجيما. بالفعل بعد لحظات قرر أنه يبدأ في البحث. يوم رجع بالزمن لتفقد ما حدث في ليلة أمس، استنتج أن كل اللي قاله كيويا صحيح، ناكاجيما ما رجع إلى غرفته الليلة الماضية، لكن الظاهر أن السفر عبر الزمن يستنزف طاقة كبيرة جدا من شيبوتاو. بمجرد عودته بالوقت إلى أحداث الماضي قد استنفد من شيبوتاو كل طاقته تقريبا، بس شيبوتاو رفض أنه يستسلم، وفي هذه المرة حالف الحظ وقدر يوصل إلى أحداث يوم كان ناكاجيما مع نانا على الجرف. انصدمت نانا خوفا من أن تنكشف، حاولت توقف شيبوتاو عن البحث بحجة أنه متعب ويستحسن أنه يواصل البحث بكرة، لكن شيبوتاو بصدمة أنها برفض التوقف عن البحث، لأن كل ما تأخرت مدة البحث كل ما زادت صعوبة العثور على ناكاجيما. في الأخير نانا ما بدها تمنع شيبوتاو من الرجوع إلى الأحداث الماضية، ولكن يبدو أن الحظ وقف بجانبها هذه المرة كمان، لأنه لما رجع للحاضر أخبرها أنه مدى يوصل إلى أحداث الجرف، حتى أنه شاهد لحظة اللي مسكت فيها بيد ناكاجيما، بس بعد نفذ طاقته ورجع للحاضر. يعني يا أخوان شيبوتاو ما مدى يشوف اللقطة اللي نانا رمت فيها ناكاجيما من أعلى الجرف، وكان لازم أنهم يكتفون من البحث في هذا اليوم. نانا عرف ماذا خطورة شيبوتاو عليها، فقررت أنها تتخلص من شيبوتاو اليوم قبل بكرة. بعدها بنشوفها راحت إلى غرفة شيبوتاو في منتصف الليل لتقابله، جلست تألف قصص كاذبة حول اختفاء ناكاجيما، بأن ناكاجيما تعرض لهجوم من قبل عدو الإنسانية. ولما رجعوا من الجرف أمس فجأة تحطم جسده، وهي ما كانت تبي تخبر أي شخص عن الموضوع عشان لا ينصدمون الطلاب من هذا الحدث المروع. بعدها بدأت تنفذ خطتها التالية للتخلص من شيبوتاو. المهم بعدها ودته إلى مكان تدعي أنه المكان الذي تعرض ناكاجيما للهجوم فيه، وبما أنها بتعرف أن شيبوتاو بيسافر عبر الزمن طلبت منه يرجع بأحداث الزمن اللي وراه على أمل يجد ناكاجيما ويحضره إلى الوقت الحاضر. بالفعل شيبوتاو سافر عبر الزمن للبحث عن ناكاجيما المختفي، ولكن لسوء القدر شيبوتاو لم يدرك أن نانا قد خدعته، بحيث أنها قد قادته إلى البحيرة التي جمدها صية هذا الصباح. بما زاد الطين بلة شيبوتاو ما بيعرف يسبح نهائيا، بما يعني راح يغرق ويموت بكل تأكيد. حتى لو مداه يرجع للحاضر لن يكون ذلك مجديا، لأنه حيتجمد حتى الموت في نفس البحيرة. بكذا تكون نانا قاتلة 2 من الموهوبين. في اليوم التالي بيروح كيويا سرا للجرف للتحقق في اختفاء ناكاجيما، بس ما وجد الكثير باستثناء الحبل المكسور وساعات ناكاجيما. وفي هذه الأثناء الطلاب أصبحوا قلقين على ناكاجيما، بل لاحظوا أيضا اختفاء شيبوتاو المفاجئ، ويقولون حتى كيويا لم يحضر اليوم للفصل. ولكن بعد لحظة وصل كيويا الذين كانوا يتحدثون عنه، ونانا ما زالت تشعر أن كيويا يشكل خطر كبير عليها. في وقت الغداء تراقب نانا تحركات كيويا على أمل تكتشف إيش قاعد يدور في راسه، ولكن اتضح أنه دخل المعجن عشان يعطي القطة الحليب. بعدها التقت معه وأخبرته أن هناك ورقة موجودة على راسه. بعدها بشكل غير متوقع طلب منها أن تكون صديقة له، لا وكمان أخذها إلى غرفته. الغريب في الموضوع أنه كشف له عن كل أسراره، وأخبره بأن هدفه من القدوم إلى الجزيرة دي هو عشان يتحقق في قضية أخته اللي اختفت من 5 سنوات، وأخبره برضو عن ساعة ناكاجيما اللي عثر عليه في أثناء بحثه. ساعة نانا أدركت أن كيويا قد يكون أكثر خطورة عليها إذا فضل عايش، فبالتالي صار التخلص من كيويا من أولويات خطتها. في اليوم التالي نفذت خطتها لقتل كيويا، قامت بملء سقفة المحجب بالغاز، وبما أن كيويا ما يقدر يشم ما كان يدري عن الغاز الموجود. وللأمانة حتى نانا اكتشفت في ليلة أمس أن كيويا ما يقدر يشم، لذلك استغلت هذه النقطة في تنفيذ خطتها، وفعلا خطتها نجحت، بحيث لما استخدم كيويا الموقد لتسخين حليب القطة انفجر الموقد واشتعلت النيران في السقيفة. تبدأ بعدها نانا في التمثيل مرة ثانية وتجري نحو السقيفة متظاهرة بالقلق على كيويا، بس هي ما تعرف أن موهبة كيويا هي الخلود، مما يعني أنه لا يموت أبدا. ومع ذكر الموت أحب أن أذكركم بأن الله عز وجل هو الوحيد الذي لا يموت، أما هذه مجرد معتقدات خاطئة. دعونا نكمل القصة. لكن كيويا يبدو أنه بدأ يشك أن نانا لها يد في الموضوع، عشان أنها بدت مصدومة بعد ما شافتها لساتها على قيد الحياة، وفي نفس الوقت بيسألها هو ليش أنت يمكنك أن تقرأي الأفكار وما قدرتي تعرفي أن موهبتي هي الخلود. بس شكوكها كانت مش كافية، لأن مش عندها أي دليل يثبت أن نانا هي اللي بغت تقتل، ولا حتى هي المسؤولة عن اختفاء ناكاجيما وشيبوتاو. وفي اليوم اللي بعده داخل الفصل يتناقش كيويا مع
الطلاب حول الحريقة اللي حدث في السقيفة ليلة أمس، لكن يبدو أن كيويا ما زال يشك أن نانا هي من قرفت هذا، لأن هذا مبين من طريقة كلامه، حيث كان يلمح بشكل غير مباشر أن نانا هي القاتل المتسلسل هنا. في لحظة مفاجئة نرى طالبة الفصل مستأنسين برسالة حب وصلت إلى أحد الفتيات في الفصل من شخص مجهول طلب منها مقابلته، واسم البنت اللي وصلتها الرسالة ميتشيرو، وعندها موهبة التئام الجروح، يعني بتعالج عن طريق لعق الجرح المصاب، وهذا رأيناه عندما عالجت ساق نانا المصاب. ويقال أيضا أن في كل مرة تستخدم فيها موهبتها دي ينقص عمرها. المهم بعدها بنشوف ميتشيرو راحت عشان تقابل الشخص اللي أرسل لها الرسالة، بعدها تأتي عندها نانا وتكشف لها أن رسالة الحب اللي جاتها اليوم هي كانت مجرد استهبال من صديقاتها. بكت ميتشيرو بحزن يوم عرفت أن البنات اللي كانت تعتبرهم صديقاتها طول هذه المدة مقلبوها بالطريقة دي، لكن من ناحية أخرى كانت مبسوطة لأن نانا أخبرتها بالرسالة وشكرتها على ذلك. تماما الحين نقدر نقول أن نانا لقت هدفها التالي للتخلص منه، بس هي الحين عرفت أن يبغى لها تدير بالها منيح قبل أن تنفذ خطتها في التخلص من ميتشيرو، خاصة أن كيويا صار يشك فيها بعد حدث الانفجار، حتى أن أدركت أنها كان بيراقبها وهي تتحدث لميتشيرو. ومع حلول الليل بدأت نانا تفكر في طريقة يمكن التخلص بها من ميتشيرو، بما أنها تعرف أن الفتاة دي لديها قدرة على الشفاء. نانا حتى لو حاولت تقتلها راح تقدر تعالج الجروح حقها بسهولة، لذلك احتجت أن طريقة التخلص من ميتشيرو هي عن طريق طعنها في الظهر، عشان بهذه الطريقة ما راح يمديها لعق جروحها وما راح تقدر تعالج نفسها. بس يوم فتحت الباب عشان تروح إلى غرفة ميتشيرو لتنفيذ خطتها، لقت كيويا جالس عند باب منزلها. يوم سألتها عن وش جابه هنا، أجابها قائلا أنه خاف يهاجم عدو الإنسانية، عشان هيك قرر يحرس منزلها. نانا دخلت وقفلت الباب وشغلت الموسيقى لتوهم كيويا أنها موجودة بغرفتها. بعدها تسللت من النافذة وراحت تركض إلى ميتشيرو، بس حركتها دي ما مشت على كيويا، لأنه كان بيعرف أنها شغلت الموسيقى عن قصد عشان تخدعه وتتمكن من تسلل للخارج. لا وكمان هو كان على يقين أنها راحت إلى ميتشيرو. وفي جهة أخرى نانا هي برضو كانت بتعرف أن كيويا شافها وهي بتركض نحو غرفة ميتشيرو، وفعلا تبعه. يوم فتح الباب صدمة من كل المقاييس، تفاجأ أن نانا طايحة على الأرض ومصابة بجروح بالغة، بس ميتشيرو بدت على طول تعالج جروحها. وبما أن نانا كانت بتعرف أن كيويا قد تبعها، أخبرته أنها سمعت عدو الإنساني وهو يتحرك نحو غرفة ميتشيرو، شعرت بالخوف عليها وعشان كده خرج من النافذة لإنقاذ ميتشيرو. بس أول ما دخلت إلى غرفتها فجأة كده بدون سابق إنذار انطعنت، بس ما قدرت تشوف لأنه كان غير مرئي، لكن طبعا كل ما قالته نانا كذب، والحقيقة أنها هي طعنت نفسها عن قصد عشان لا يشك فيها كيويا بعد اليوم. بس هذا ما كان كافي عشان كيويا يتخلص من شكوكه، لأن لو اللي قالته كان صحيح بالفعل، طب ليش سمعت أصوات مشبوهة وما علمته بهذا الشيء؟ وليش أول ما طعنها وهرب؟ وليش ساب ميتشيرو عايشة وما طعنها هي برضه؟ المهم في اليوم التالي داخل الفصل سألها عن كل الأسئلة اللي قاعدة تدور في مخها، بس للأسف ما قدر يوصل لأي جواب أو أي دليل يثبت أنها هي من فعلت كل ذلك. والمشكلة أنها يوم حكت للطلاب اللي صار معاه في الليلة الماضية، كلهم صدقوها وتعاطفوا معاه بشكل كبير جدا. المهم فنانا عشان تزيد تكسب تعاطفهم أكثر بدأت تظهر بأنها تبكي، واستغلت هذه الفرصة وأخبرتهم بأن عدو الإنسانية قد تسلل للجزيرة، وأخبرتهم بأنها كانت تعرف من الأول أن عدو الإنساني هو اللي قتل ناكاتيما. لا وكمان التمثيل حقها مشى على كل الطلاب، لدرجة ميتشيرو اقترحت على كل الطلاب تعيين نانا كرئيس للفصل، وعلى طول وافقوا على اقتراح ميتشيرو وعينوا نانا كرئيسة للفصل حقهم. بدأت تستخدم نانا على الفور سلطتها من خلال إصدار أوامر على ميتشيرو بجمع معلومات حول جميع طلاب الفصل. ميتشيرو البريئة تنفذ كل أوامرها بالحرف الواحد دون أن تشك في أي شيء، باستثناء كيو اللي ما زال يشك فيها، بغض النظر أنها قال أمامها أنها ما عاد يشك فيها، لكن سلوكها كان يقول عكس ذلك تماما، حيث أنه لا يزال يطرح العديد من الأسئلة مثل الجرح اللي على ظهر نانا الناتج على أداة حادة مثل السكين وما إلى ذلك، لأن لو كان فعلا الوحش اللي هاجمها فما كان أصلا راح يحتاج يستخدم أي أداة حادة كهذه لطعنها. بعدها بدت نانا في إجراء تجريب في صنع أدوية سامة على أمل تجد دواء سامي يساعدها في التخلص من كيويا. وفي نفس تلك الليلة تلتقي نانا الطالب يدعى تاسونجيتشي، واللي بتكون عنده موهبة التنبؤ بالمستقبل، حتى أنه وراها كيف يمكنها طبع صور مستقبلية. والأفضل من ذلك أظهر لنانا الصورة وهي بتحاول تقتله في الساعة 10 بالليل، بس نانا تظهر أنها مش فاهمة ولا شيء، ولا أنها تنوي إيذاء تاسونجيتشي، وعشان يقنعها بأنه يمكنه رؤية المستقبل وداها إلى الكافتيريا وجلس يشرح لها عن قدرتها، وأكد لها أنه لما يطبع صورة عن المستقبل سيكون المصير نفسه ولا يمكن تغييره أبدا. كمثال هنا لما أظهر لها صورة أخرى عن المستقبل، موجود في الصورة أن المعكرون اللي راح تطلبها انسكبت على رأسها. نانا يوم شافت الصورة حاولت تغير طلبها إلى شيء غير المعكرونة، لكن حصل كل ما هو موجود في الصورة، حيث انزلقت رجل النادرة والمعكرون اللي كانت بتحملها طارت وجات على راس نانا. حينها تيقنت نانا أن بالفعل تاسونجيتشي يمكنها رؤية المستقبل، بس تاسونجيتشي بيسأل عن السبب
اللي خلاها ترغب في قتله، بغض النظر انه هو مش عدوها. لكن برضو نانا جحدت انها كانت تنوي قتله اصلا. بس دي المرة تسونجيسي صدمها وجاب لها الصور يوم دفعت ناكاجيما من اعلى الجرم. نانا ساعتها انصدمت ولا نطقت باي حرف. وبس لهنا وصلنا المقطع، وشكرا لكم على المشاهدة، والسلام عليكم. ألقاكم في مقطع جديد.